السلام عليكم. فيديو النهاردة هنعمل ايس كريم الفواكه بطريقة سهلة بثلاث مكونات بس. ما تنسوش اللايك للفيديو. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. اول نوع معايا في الايس كريم هو المانجا. معايا نص كيلو مانجا متفرزة، لازم تكون متفرزة يعني تقشريها وهي مجمدة كده وتستخدميها على طول. معايا نص كيلو مانجا متفرزة، لازم تكون متفرزة. هنضربها في الكبة بقى لحد ما تنعم كويس من غير اي اضافات، لحد ما نضيف عليها المكونات التانية. انا بس زودت معلقتين 3 لبن كده عشان اسهل على الكبة، عشان المانجا مجمدة قوي فما تبقاش تقيلة على الكبة. هنكمل بقى ضرب وننعمها كويس جدا. لازم القوام يكون تقيل وناعم كده. كده جاهزة عشان نضيف لها المكونات التانية. ممكن في الوقت ده تحطي المكونات وتكملي ضرب في الكبة. انا هفضيها في بولة وهكمل ضرب بالمضرب عشان ما تقلش عليها، وهكمل فيها بقية الوصفة. معايا المكونات اللي هحطها على المانجا. معايا 5 معالق كريم شانتيه خام من غير سكر، لازم يكون نوع كريم شانتيه كويس عشان يظبط معايا الايس كريم. ومعايا 4 معالق كبار سكر بودر، لازم يكون سكر بودر عشان ما يخرصش في الايس كريم ويسهل علينا الضرب. هضيف عليهم ربع كوباية لبن عشان ضفنا الكريم شانتيه. ما نزودش سوائل، كده كده كل ما هنضرب المانجا بتفك اكتر. هنضرب لحد ما القوام يبقى كريمي. بصوا تلاحظوا ان اللون يفتح كده عشان الكريم الشانتيه بيزيد وبيهيش. في الوقت ده اللي حابب يضيف لون غذائي اصفر يضيف في الوقت ده. انا حابه اخليها لونها طبيعي كده. ده القوام المظبوط للايس كريم، ولا بيبقى سائل قوي ولا بيبقى تقيل قوي، عشان لسه بيدخل الفريزر وبيتجمد، عشان يبقى فيه المطه الحلوه دي بتاع الايس كريم. هنجيب بقى علب تلاجة او اي حاجه بتدخل الفريزر ونفضيها فيها. بصوا القوام ده، القوام مظبوط جدا. اول بقى ما نفضيها هنغطيها وعلى الفريزر على طول. اي نوع ايس كريم هنخلصه هندخله على الفريزر على طول. هنخبطها بقى خبطتين كده عشان نسويها ونطلع الفراغات اللي فيها. وكده خلصنا اول نوع ايس كريم. تعالوا بقى نشوف النوع التاني. معايا نص كيلو فراولة مجمدة برضو. انا سبتها تفك شوية كده، يعني نص تجميدة كده عشان الفراولة بتبقى مجمدة بزيادة عن بقية الفواكه التانية. هنضربها برضو بدون اي اضافات خالص عشان هي كانت فكة شوية. هنضربها بقى كويس لحد ما تنعم خالص وتبقى كريمي كده. بصوا القوام. هنفضيها بقى في بولة وهنعمل فيها زي ما عملنا في ايس كريم المانجا بالظبط. لازم اي نوع هنستخدمه في الايس كريم يكون مجمد او نص تجميدة كده، دي حاجة اساسية ولازم. هنضيف برضو 4 معالق سكر بودر و5 معالق كريم شانتيه. برضو انا مش هضيف لبن ولا اي سوائل على الفراولة، عشان زي ما قلت لكم هي يعني كانت فكة وسايلة شوية. اللون برضو بيفتح عشان الكريم شانتيه بيزيد وبيهيش. وبس كده، مفيش اسهل ولا اسرع من الايس كريم ده بثلاث مكونات بس. هو كان في اضافة المفروض نضيفها هي بتفرق جدا وبتزود مطة الايس كريم، العسل الابيض او عسل الجلوكوز. طبعا عسل الجلوكوز هو كان عندي بس انا ما حطيتش منه، عشان هو ما بيتضاف لاي حاجة مجمدة بيعمل كتلة كبيرة كده ومش بيتضرب. عسل الجلوكوز لما بيتضاف على حاجة متلجة بيتكتل كده ومش بيتضرب. يبقى هنضيف عسل نحل او شربات تقيل بتاع الحلويات. تعالوا نعمل بقى اخر نوع ايس كريم هو الفانيليا. معايا نص كيلو لبن. انا ما ضفتهوش كله عشان الكريم شانتيه كان قرب يخلص، فكنت عايزه اظبط ده مع ده. حطيت 4 معالق سكر بودر و5 معالق كريم شانتيه، وهضيف معلقتين لبن بودر
اللي هو اللبن النيدو. وضفت كيسين فانيليا يا جماعة، بس هما ما تصوروش، يعني انا بعد ما ضفت اللبن البودر ده ضفت كيسين فانيليا، بس للاسف ما تصوروش. طبعا بما انه ايس كريم فانيليا نضيف كيسين فانيليا كده، او فانيليا سايلة. انا هنا ضفت شوية اللبن اللي انا ركناهم على جنب، حسيت ان القوام تقيل شوية فضفتهم. هنضرب بقى كويس لحد ما القوام يبقى كريمي كده، عايزينه كريم شانتيه مايل للسائل. هنغطيه بقى وندخله الفريزر ليلة كاملة او اقل حاجة 6 ساعات، عشان يجمد معاكي ويديكي قوام الايس كريم. انا سيبته حوالي 7 ساعات كده، كنت عايزة ابيته بس ولادي بقى كانوا مستعجلين عليه وكانوا عايزين ياكلوا ايس كريم، فما استحملوش بقى لتاني يوم، فاللي هو ازاي يعني قدامنا ايس كريم كده والجو حر وما ناكلش منه. فهو بصراحة كان طعمه جميل جدا، اطعم الايس كريم بتاع بره. طبعا الفواكه طبيعية وفي لبن، فطبعا طعمه كان جميل جدا. وايس كريم المانجا والفانيليا بجد كان طعمهم في حتة تانية خالص. ريحتهم وطعمهم كده كأنك بتاكلي فاكهة طبيعية، طبعا بالإضافات بقى اللي ضفناها، فكان طعمه خطير بصراحة. هنا كنت طلعتهم بقى من الفريزر بعد 7 ساعات. هنحط منه كده بمعلقة الآيس كريم. أنا بقيت أحطها في مية سخنة، واجي أشيل الآيس كريم عشان تسهل عليا لأنه هو بيبقى مجمد. بصوا، شكله متماسك، وفي المطة بتاع الايس كريم كده، يعني هو لو فك حتى مش بيفك، بيسيح كده، بيبقى بيسيح بس بيبقى فيه مطة كده وماسك نفسه. وضفت كده صوص الكراميل على ايس كريم الفانيليا، بيديله طعم جميل جدا. بجد الايس كريم كان طعمه حلو قوي، طعمه غني كده وفيه دسامة كده، سهل ومكوناته بسيطة. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.